لو انت طالب في ثانويه ازهريه فالفيديو ده هيبقى مهم جدا ليك، عشان هنتكلم النهارده عن ماده الفيزياء. الماده اللي اغلبكم مفكرها صعبه ومعقده، بس هي مش لازم تبقى كده خالص. يعني معاكم دكتور عزازي، طب ازهر دمياط، وهقول لك النهارده على احسن طريقه تراجع بيها ماده الفيزياء وتدخل فتره الامتحانات وانت مطمن واثق من نفسك. فيلا نشوف هنعمل ايه. اولا بس كده معذره عشان عندي برد ومش مركز. في كذا حد منكم لما عملت الفيديو بتاع المواد الثقافيه وقلت اني بحب الفيزياء سال لي انت بتحبها ازاي او عملت ايه عشان تحبها. هو الصراحه ما اظنش ان الاجابه بتاعتي هتفيدك في الفتره دي من السنه، يعني ممكن تفيدك لو انت مثلا في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي، انما في ثالثه ثانوي وخلاص السنه بتخلص ما اظنش انها تفيدك قوي. يعني بكل بساطه كده ده بسبب ان انا في اولى ثانوي رحت لمدرسه شرحها جميل جدا، فغصب عني حبيت الماده وحبيت الدرس، وطبيعي برضو بقيت بذاكرها بشغف كده عشان عايز اكون شاطر في الدرس، وكمان علشان انا بطبيعتي بحب الفهم اكتر من الحفظ، فبكون مستمتع جدا وانا بفهم ايه اللي حصل هنا، القانون ده جه ازاي، ببقى عاوز افهم ايه اللي حصل بالظبط. على العكس تماما ماده زي الادب والنصوص مثلا كنت بكرهها جدا لان هي عباره عن حفظ بس. فلو انت في اولى او ثانيه ثانوي شوف مدرس كويس جدا يحببك في الماده علشان ترتاح بعدين. المهم بقى عشان ما اطولش عليكم نتكلم بقى عن المراجعه النهائيه للفيزياء. لحد دلوقتي اغلب المدرسين لسه ما خلصوش المنهج، فبراحتك خالص يعني لحد ما المدرس بتاعك يخلص. اهم الفصول في الفيزياء هو يعتبر الفصل الثالث، لازم تبقى مذاكره كويس جدا وضمنه وحافظ القوانين بتاعته كويس جدا، لان اكتر حاجه في الامتحان بيكون عليها درجات غالبا بتكون على الفصل الثالث. حتى السؤال بتاع الرسم في السنه اللي قبلي اللي هو من سنتين يعني كان جاله يرسموا جهاز الدينامو الجهاز نفسه، وفي السنه بتاعتي انا جالنا رسم بياني على الدينامو. مش متاكد قوي الصراحه لان انا مش فاكر. طبعا الرسم بيبقى على درجات كتير في الامتحان فحرام تضيع السؤال ده منك، وزي ما قلت لك اغلبه بيبقى من الفصل الثالث. الفصل الاول مهم جدا عشان هيساعدك في بقيه الكهربيه، يعني هو هيعتبر بالنسبه لك كمرجع او اساس ليك، يعني هيبقى زي الحاجات الاساسيه عندك الف باء فيزياء كده وانت بتحل، فاهم قصدي؟ اجهزه الفصل الثاني اكتب قوانينها وسيبها في ورقه قدامك واقعد اقراهم على طول، عشان انا فاكر اجهزه الفصل الثاني كانت قوانينها رخمه شويه وكانت كتير وبتلخبط، فعلشان تحفظهم بسرعه اكتبهم في ورقه وسيبهم قدامك على المكتب مثلا او ايا كان، عشان بس يبقوا قدام عينك على طول وتبقى فاكرهم. نيجي بقى للفيزياء الحديثه لو عايز تنجز فيها من الاخر يعني احفظ القوانين بتاعتها، ده علشان تنجز نفسك بس مش اكتر. يعني ممكن تكون رخمه شويه في الحفظ مش قوي بس شويه، ولكن معظم مسائلها بتبقى تعويض مباشر غالبا، ما بيبقاش فيها لف ودوران زي الكهربائي. فلو انت مش حافظ القانون مش هتعرف تحل، وعلى فكره عادي جدا ان انت تحفظ القانون بكل سهوله، سمعه لنفسك اكتر من مره هيتحفظ، بس لما تكون حافظه بفهم هيكون احسن ليك جدا. يعني بمجرد ما هتشوف السؤال هتعرف ان السؤال ده محتاج القانون ده وهتكتبه وهتحل، وده كان بالنسبه للاهم فالمهم عندك في المنهج، وتركز على ايه بالظبط، وده هتستفيد منه بان مثلا الفصل الثالث ده مهم جدا وانت مش احسن حاجه فيه فهتحل عليه من كتاب ثالث، فاهم قصدي؟ ومش لازم تشتري كتاب زياده عن الكتب اللي معاك، لا عادي خالص هات اي مدرس على اليوتيوب بيحل اي كتاب انت عايزه على الفصل اللي انت عاوزه، برضه مش لازم الثالث على فكره، واسمعه، او ممكن حتى تصور الاسئله اللي انت عايزها على الفصل اللي انت عاوزه ده من اي مثلا كتاب من واحد صاحبك وتحلها بايدك عادي. لو مراكم حاجه بقى هتلمها ازاي؟ فلو الحاجه دي مهمه زي مثلا فصل من الكهربيه هتفضلها ساعه او ساعتين في يومك ومش هتطول معاك على فكره، ومش لازم تحل برضه كويس جدا، انت هتحل كتير جدا في فتره المراجعه وفي اكتر من كتاب زي ما قلت لك، والفصل اللي انت حاسس ان فيه تقصير زود كتاب كمان عليه. بالنسبه بقى لاهم نقطه انتوا بتدوروا عليها في الفتره دي الا وهي المقالي، وطبعا انتوا عايزين تعرفوا نظام الامتحان هيبقى عامل ازاي عشان خاطر تعرفوا هتذاكروا مقالي ولا لا. احب اقول لك ان في السنه بتاعتي نزلوا تقريبا نقطتين او ثلاثه مقالي ماذا يحدث في الامتحان التجريبي، اللي هو المفروض الامتحان بتاع اخر السنه بيبقى زيه بالظبط، وامتحان اخر السنه ما كانش فيه ولا نقطه مقالي، اللي هي مثلا زي ماذا يحدث او علل او كل الحاجات دي. كان فيه اسئله مقالي بس مسائل برضه، فاهم قصدي؟ يعني الامتحان كان فيه اسئله اختياري واسئله مقالي عادي، بس حتى الاسئله المقالي كانت عباره عن مسائل بتتحل برضه عادي. فالخلاصه انك ما تثقش في اي كلام يتقال قدامك، يعني المفروض ادق حاجه الامتحان هيجي عليها المفروض ان هو الامتحان التجريبي، وزي ما قلت لك الامتحان ما جاش زي الامتحان التجريبي. يعني بالرغم من ان احنا كنا شايفين ان الثلاث نقط ماذا يحدث دول قليلين جدا اصلا، ما جاش ولا حاجه منهم في امتحان اخر السنه. وكده كده علشان ترتاح يعني انت لو مذاكر الدرس وفاهمه كويس جدا مش هتعطل في المقالي، ولو حبيت تذاكره مش هياخد معاك وقت نهائيا، يعني حرفيا انت ممكن تجيب الاسئله بتاعت علل بتاع المنهج كامل في ساعتين زمن بالكتير قوي 3 ساعات، ده لو انت فاهم ومذاكر كويس. حتى يا عم لو الامتحان بتاعك مش هيجي فيه اسئله مقالي اقراهم، ما كانتش على الساعتين او الثلاثه دول، ذاكر كويس النظري والقوانين ما تشغلش بالك بالمقالي قد كده. صدقني انت لو فاهم هتبقى عارف تجاوب المقالي كويس جدا لو جالك. احنا مش عايزين قران يتكتب في الورقه، مش عايزين بنفس النص، لا عادي ولو المصحح حس ان انت فاهم وكاتب اجابه صحيحه يديك الدرجه كامله. بالنسبه بقى للكتب اللي هتفيدك في فتره المراجعه فعندك كتاب الامتحان او نيوتن، يعتبر نفس الفكره اصلا مفيش اختلاف كبير، فشوف اللي يريحك منهم يعني مش حوار، مع كتاب المرشد، وده يعتبر اهم حاجه لان في اسئله بتتكرر بالظبط ممكن حتى بنفس الارقام من امتحانات السنين اللي فاتت، كده كده مهما اللي بيحط الامتحان اتغير فهو يعتبر كله بيفضي لنفس النتيجه في الاخر، يعني مع بعض الاختلافات طبعا يعني اكيد، بس يعني في حاجات اساسيه كده ايه بتبقى ثابته في كل حاجه. واهم امتحانات السنين السابقه اللي لازم تبقى مركز عليها مش الامتحان اللي قبلي واللي قبله واللي قبله، يعني دفعه 2023 و2022 و2021 اكيد مش هيكرر حاجه من الامتحان بتاع دفعتي، وصعب برضه يرجع بعيد قوي كده يعني، وعشان برضه ما تضربش طموحاتك في
السقف وان انت هتخش تلاقي الامتحان كله متكرر، لا ده هو ممكن 3 4 نقط بس اللي تلاقيهم على حسب انت وحظك. بالنسبه بقى للمدرسين ارشح لك مستر محمود مجدي، لان من الواقع اللي بشوفه منه يعني اول لما كنت متابعه كان بيهتم شويه بالازهر، ده غير انه ممتاز جدا وبيفهم كويس قوي. وانا عن نفسي ما اشتركتش معاه فتره المراجعه النهائيه عشان كنت كملت مع المدرس بتاعي، ولكن في ناس صحابي اشتركوا معاه وجابوا مجموع ودرجاتهم كانت كويسه برضه. المستر بتاعي اسمه مستر رضا علي، ودي القناه بتاعته. ما اعرفش الصراحه هو هينزل حل حاجه في المراجعه ولا لا، بس ممكن تتفرج عليه هتستفيد جدا يعني. وبس كده تقريبا يعني، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. لو نسيت حاجه او في حاجه مهمه انا ما اتكلمتش عليها ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات او تبعت لي على الانستجرام، ما تترددش يعني. وده الانستجرام بتاعي، او هسيب لك اللينك بتاعه تحت في وصف الفيديو. وما تنساش تدخل قناه التليجرام بتاعتنا، هتلاقي اللينك بتاعها برضه تحت في وصف الفيديو. ويا ريت طبعا تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، علشان تشوف الفيديوهات اللي جايه بتاعت بقيه المواد قبل ما تبدا فتره المراجعه النهائيه. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم في الفيديو الجاي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.